دي استراتيجية التسعير اللي بثق فيها لأن حرفيا بتأثر على معدل المبيعات. معظم الناس بتسعر بثلاث أسعار أو ثلاث باقات: صغير ووسط وكبير. بس محدش يعرف إن تحكمك في سعر المنتج الوسط ممكن يأثر على المبيعات، ويخليني أشرح لك إزاي. لو عايز أبيع الحجم الكبير أو الأغلى، هخلي الحجم الوسط قريب منه في السعر، يعني تقريبا أقل منه ب10 أو 15%. ده هيخلي العميل يفكر إن الفرق بسيط وإنه أحسن له يشتري الحجم الكبير، لأن الفرق البسيط وهو كده كده هيبقى كسبان. إنما لو عايز العملاء تشتري الحجم المتوسط، هخليه الفرق ما بينه وما بين الحجم الكبير عالي أو كبير، يعني بما معناها هخليه قريب من السعر الصغير، بحيث ان الناس تتجه له وتحس ان هو الاختيار المناسب. في نفس الوقت الناس مش هتحس ان هو الاختيار الارخص. كمان هيبقى في عدد من العملاء اللي هتحب تشتري الحجم الكبير، لان هي هتحس بان في فرق كبير ما بينه وبين الحجم الوسط وقدرتها الشرائية عالية. لو انت محتاج مساعدة او استشارة في التسويق والتسعير، ابعت لي وان شاء الله افيدك. ربنا يوفقنا جميعا.